سفرة سفوري نريد نعيش نريد نعيش. شو تقول على المكان يا ابو علي؟ روعة 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 روعة. هاي الأجواء يراد لها هيك مكان. هدوء. جانا الأتاي هسه. خل أراويكم وين واحد يشرب أتاي. شوف المنظر. هنا واحد يشرب أتاي. صح ولا لا؟ السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ شلونكم؟ شو اخباركم؟ احنا اليوم وين رايحين؟ رايحين لسد لالتا كركوست. هذا السد اللي يجينا به المي مال مراكش، وراح بعدين اذا عندنا وقت راح نروح الامزميز، يعني فد 20 دقيقة على سد لالتا كركوست. راح تشوفون ويانا هذا المناظر الطبيعية هناك. واحنا بالصيف ما عندنا بحر بمراكش، بس المراكشيين وحتى اللي مو مراكشيين ويجون ويلقون الحرارة بمراكش يروحون هذا للبراج، نسموه البراج، ويسوون خيام هيجي ومظلات وياكلون كأنك بالبحر. راح تشوفون ويانا هذا المكان وإن شاء الله يعجبكم. خليكم ويانا. وهذا أبو علي ويانا. أهلا وسهلا. أول مرة راح يروح إن شاء الله يعجب المكان. تحياتي لكم مراكش الحمراء. خليكم ويانا. هسه وصلنا لسد لالتا كركوست. كلش رائع. هسه المستوى مال الماي نازل لانه اكو حراره تبخر. مرات اذا تكون مطره كثير يعني يوصل مستوى الماي لهنا. وهنا كاتبين ممنوع السباحه، حتى لو كاتبينها يعني الناس تجي تسبح هنا. اكو هالمنطقه واكو مناطق كثيره مثل ما تشوفون هناك، اكو سيارات ما ادري تشوفوها ولا لا، واكو هوايه اماكن. بعدين راح نشوف اذا نغير هالمكان وتشوفون عن قرب هالمكان الساحر. هي مراكش تقريبا 30 35 حتى 40 دقيقة. اللي تشوفون هسه أوريكم. هذا المطعم الثاني اللي عنده هذه الإطلالة على السد. سفرة سفوري نريد نعيش نريد نعيش. شو تقول على المكان يا ابو علي؟ روعة 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 روعة. هاي الأجواء يراد لها هيك مكان. هدوء. منظر نقولوا احنا بالمراكشية ولا بالمغربي ناضي كناضي، يعني يخبل. يلا نروح لمكان ثاني بالسد يكون احسن من هذا وعن قرب. خليكم وياي. يقولون هذا مطعم الفلوكة. هاي هذا هو. يقولون مطعم زين وعليه اطلالة على السد كلش زين. الفلوكة يعني القارب الصغير. هسه وصلنا المطعم الفلوكة. يقولون هذا فد مطعم عليه فد منظر كلش حلو على السد مثل ما تشوفون. شوفوا هذا المنظر، هذا الناس حاطة سياراتها هنا بيكرون هذول الكواد، مواطير مال الجبال والرمال. هذا اسم المطعم الفلوكة ريستوران. خليكم ويانا نكتشفوا أنا وياكم.
كما تشوفون. اول شي تشوفون اكو مسبح وهدوء مو طبيعي. هسه بدنا نشوف وين المطعم اللي عنده الإطلالة على السد. خليكم وياي. اكو هدوء مو طبيعي. كما تشوفون نشوفوا المنظر اللي يطلع عليه قبل ما نجلس. هاي هي الإطلالة. مثل ما قلت لكم مستوى الماء نازل، يعني اكو حرارة هالايام. كنا نجيب الماطورات مثل هذا اللي جاي هسه بماطوره، وهناك جبل الأطلس وكيمدن، باقي شوية ثلوج على قمم الجبال. جينا ما لقينا الأكل العربي، اكو بس أكل أوروبي، ماكو لا طواجين ولا مشاوي. بس اقترحوا علينا اكو واحد يمهم اللي يبيع هالشغلات. هسه راح نشوف، نروح ونشوفه هسه وناكل عنده. ها هو مبين، هو هذا اللي ابو الاعلام هنا. جينا دابا المطعم لولاك اللي قريب من الفلوكه، ما قلوش لان ما عندهمش هما المشاوي والطواجين. خلينا الفلوكه لهيه وجينا نكتشفوا هاد الريستورون سميتو لو غولي دو لاك. يلا نكتب. إذا أكو عزائم يسووا ريزرفيشن هناك، إذا أكو مجموعات كتار. ونضل هناك تشوفون، وهذا المنظر على السد. منظر وهدوء مو طبيعي. هسه نشوف المنيو اللي عندهم، ايش عندهم أكل حتى نتغدى. ابقوا معي. هذا هو المنيو مالتهم مثل ما تشوفون، سلطات، اكو مشاوي وديزير. اكل هو وجهة تمام. المشاوي ومعهم طاجين الخضراء اكومبانيمون، طاجين اللحم
والجلبانة. طاجين مع الخضار. الله يعطيك الصحة، شكرا. وهذا المضبوط وغزال. بارك الله فيك، شكرا. طاجين محترم. اش تقول ابو علي؟ هلا بك. ما عندي ما نقول. شلون المكان؟ بشر خير والمكان حلو. اليوم يومنا. اليوم يومنا. عيش عيش الحياة. سفرة سفوري. احترامات. طاجين مع الخضار. حتى 3 فخوض مال دجاج. شكرا. والإطلالة على سد لالا كركوست. سفرة سفوري. عيش الحياة. هسه مرحلة تذوق الأكل. نقول بسم الله ونذوق وناكل. بسم الله. راح ابدا بطاجين الخضار. مبين طاجين امازيغي 100. بسم الله. 10 على 10. طاجين على حقه وطريقه مثل ما يقولون. جلبانة دايبة. سخون. طاجين يبقبق. بسم الله. شوف اللحم. لا لا دايب مبين. طاجين بس حار، جلبانة لازم يهدأ شوية. خذ هذا الفخذ مشوي من الدجاج. انطونا 3 راح نذوقه قبل ما يبرد. بسم الله. بسم الله. شنو هاي؟ لحم ذايب هذا. والله مستوي. ذوق الدجاج شوف شلون. وحدة وحدة. نخليه يبرد شوية. بسم الله. والله روعة. لحم يخبل يجنن. العراقي يخبل. طعم خرافي يا أبطال. الطاجين ضقته طيب. بصراحة رائع. ذقته أنا 2 الكمية من اللحم 2 كثيرة. والطعم رائع. مو حتى الكمية كثيرة. والطعم كاين. لا اللحم مستوي وكمية ما شاء الله. تقريبا نقول نص كيلو مو؟ لا كمية مشبعة للنفر واحد لشخص. صراحة طيب ومستوي وفي طعم. أكله بها حظ. محترم والله محترم. اللقمة. شوف اللحم، قطع اللحم حاط أكثر من 10 قطع. شوف حتى يعني نقول قوي. هذا ذايب ملج. هذا ملجي. الملج. شوف الطعم بالعظم وذايب. هذا اللي لاصق بالعظم يكون فيه طعم بعد أحلى أطيب.
اكل. يلا هاي البرغاده تاعي. شو راح يصير بينا اليوم؟ شكرا. حتى بقيتنا ضيفة جانا الأتاي هسه. خل أراويكم وين واحد يشرب أتاي. شوف المنظر هنا، واحد يشرب أتاي، صح لو لا؟ اي والله صح. تخيل، عيش اللحظة معي. صار عندك الدبليو3. اتاي محترم. اتاي كلش محترم. الصحة والراحة. شوفوا المنظر. ايه الحمد لله، هذا من فضل ربي. وصلنا لافان تاع الفيديو، وان شاء الله يكون يعجبكم، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بهذا المكان اللي زوين بزاف. كما شفتوا لو غولي دو لاك، هذا المطعم اللي تيتواجد في لاله تاكركوست. وبالنسبه للبلاصه راه غادي نكتبها لكم في الديسكريبسيون باش تعرفوا الموقع يجيو ليه ديريكت. واللي مازال ما مشترك يشترك معنا في القناه ديالنا اللي هي هادي. خليونا شي لايك، خليونا شي تعليق، واشتركوا معايا في القناه تاع الصياد ترافل، غادي نخليها لكم ان شاء الله هنايا. وشجعوه كيدير فيديوهات زوينين على السفر توا وعلى الاكل المغربي والمناطق الزوينه نتاع السياحه اللي كتشجع السياحه المغربيه. اللي مازال ما درنا شي لايك ولا شي تعليق، خلينا شي لايك وشجعونا. شكرا بزاف، نتلاقاو في فيديو جديد ونتلاقاو في دوله جديده. تهلاو تهلاو تهلاو.